بص انا اسمعك الفيديوهين والفيديوهين فيهم عبث كروي، سواء من الكابتن اكرامي الكبير او من الكابتن ايمن عبد العزيز بتاع اكبر قلعه رياضيه في مصر. تعال نسمع الفيديوهين وبعد كده نحكم. حاسس ان في ماتشات هتبقى فيهم ممكن مفاجأة؟ ممكن ماتش ايه؟ في الاثنين. في الاثنين؟ يعني ممكن سيراميكا يفوز على الاهلي، وممكن الزمالك يفوز على بيراميدز. هو لو الزمالك فاز على بيراميدز هتبقى مفاجأة؟ اه ده الفيديو الاول، تعال بقى نشوف الفيديو الثاني وبعد كده نتكلم عليه. او رؤية على طول يلا. ولا اقول 1 2 اللي 3 قالوه؟ 4 وبعد 1 2 3 4 ماشي. وبعد كده اقول كلمة معاك. زمالك بيراميدز، زمالك سيراميكا اهلي، بيراميدز سيراميكا اهلي. اشرب ميه. امال ليه بقى حالتها انت ضحكت قوي لما قال لك ان مفاجاه ان الزمالك يفوز على بيراميدز بنفس المنطق بتاعه؟ بصوا يا جدعان، الناس دي طالعه تستخف بالناس، مش طالعه توصل لهم معلومه. الاثنين طالعين يحفلوا على بعض، وده مش مكان ان انت تحفل فيه على الفرقه ده ولا على الفرقه ده. المفروض تتكلم بعقلانيه علشان توصل للناس كلمه احنا نستفاد بيها. دلوقتي واحد طالع يكيد في الزمالك والتاني طالع يكيد في الاهلي على حساب اللي بيتفرجوا على البرنامج. يعني انت يا كابتن اكرامي لما تقول ان مفاجاه ان الزمالك يفوز على بيراميدز، انا مش معاك مع اني اهلاوي، انت كده بتهتش وبتنتش. التاني بقى اللي يقول لك بطوله محليه كمان، مش افريقيه ولا عالميه، بطوله محليه اللي هي السوبر افريقي فيها 4 فرق، وحاطط لك الاهلي في المركز الرابع على حساب مين بقى؟ على حساب كل الفرق اللي الاهلي بيشطفها وبيديها على وشها، سواء زمالك ولا سواء بيراميدز ولا سواء سيراميكا. تحط لي الاهلي مركز رابع، يبقى انت برضو طالع ما بتتكلمش كوره. ما انا هقول انت ما بتفهمش كوره، انت على الله حكايتك. وبعدين حته ان الاهلي اصلا يبقى مركز رابع في بطوله من 4 فرق في بطوله محليه، هي ديت نظريه مين؟ هو ده اصلا لا فنيا ولا انتماء ولا عقلانيا ولا نظريه ام احمد ولا نظريه خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. يا جدعان ايمن عبد العزيز ده والله العظيم يا جدعان لما بيبقى قاعد قدامه سيد عبد الحفيظ بيبقى مقعده زي اخته، بيخليك زيك زي الفرقه اللي انت بتشجعها، الاثنين حريم.